هاي هاي هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله دلوقتي انا هوريكم حاجات ما بتفارقش شنطتي ابدا ابدا ابدا. تعالوا نشوفها مع بعض، بس ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زرار الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة. من اهم الحاجات اذا ما كانتش رقم واحد هو الجهاز ده كده جهاز لإزالة شعر الوجه. كنت انا عملت لكم ريفيو مفصل عنه. ده من فيليبس. ده يعني فايدته باختصار كده بتبقى في المستاش والخدود. عارفين السوالف دي؟ واحيانا التشين او الدقن. ما ينفعش للحواجب، ما ينفعش للايد، ما ينفعش للرجل، لانه هيسيب اثار وهيبوظ لو استخدمتيه في الاماكن اللي فيها شعر غزير زي الايد والرجل والحواجب. لكنه غير كده هايل هايل هايل. يعني بيريحني كتير في موضوع المستاش ده. كمان لازم يكون معايا كريم مرطب، والكريم المرطب هو ده من كولاجرا. هو المفروض ان هو سان سكرين، بس انا ما بستخدموش كسان سكرين. هو كمرطب بحبه جدا 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 جدا. حلو قوي وبيرطب ممتاز ممتاز، وبرطب بيه ايديا كمان لما بعوز. وزي ما انا بقول انا مجربتش اي سان سكرين مصري خالص ينفع ان احنا نستخدمه في اوقات الذروة بتاعة الصيف خالص، يعني خالص خالص. يعني انا جربت كولاجرا وجربت بتاع اليزون. حتى يعني جربتهم هما الاتنين ما عجبونيش خالص. الاتنين يعني بالكتير قوي تستخدموها ككريمات مرطبة. حتى اليزون كمان من الحاجات اللي بترطب، يعني فممكن ده أو اليزون على حسب اللي متوفر ممكن تحطوه في الشنطة ككريم مرطب زي انا ما بعمل. لكن كسان سكرين ما لا انصح ابدا ابدا باي واحد منهم. الغريبة شوية هي القلم لازم يبقى معايا في الشنطة، أقلام لازم. ليه لازم يبقى معايا أقلام في الشنطة؟ هقول لكم في السيكونس اللي جاي، بس لازم يكون معايا قلم جاف. يعني ده اللي متوفر عندي دلوقتي. فده من الحاجات اللي ما بتفرقش شنطتي، والحقيقة بحتاجه جدا 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 وانا بره البيت. ليه بقى؟ هقول لكم. ما بيفارقنيش هذا الكشكول اللي قد أكل عليه الدهر وشرب. فده من الحاجات اللي بكتب فيها مراجعاتي للمنتجات اللي بعرضها هنا في القناة. أول ما ألاحظ حاجة على طول بكتبها. ف فده من الحاجات اللي ما بيفارقش شنطتي أبدا 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 أبدا، ودايما موجود معايا. عشان كده بحتاج القلم علشان أول ما الاحظ اي حاجه في المنتج اكتبها على طول، فما تدققوش قوي في شكل الكشكول. بصوا له الجوهر بتاع الموضوع. كمان لازم الليب بالم دي، احنا داخلين بقى على الشتاء ولازم الليب بالم، ودي من كير اند مور. كلمتكم عنها كتير وهي من الحاجات الحلوه قوي قوي. بترطب الشفايف كويس، ولو شفايفك بتقشر ده علاج ممتاز ليها عن تجربه. هي من غير لون. في حاجات تانية بلون ممكن ارشحها لكم، بس دي من الطف الحاجات. في براند اسمها ايفر ويت برضو، دي زيت كاكاو بس باللون مختلف. بلون تدي لون كده زي كيكو ميلانو. آه، اللي هو الروج نفس الدرجة تقريبا. حلوة جدا جدا. فدي من الحاجات اللي انا بنصح بيها برضو. سواء دي او دي الاتنين حلوين جدا في الترطيب. يعني رغم ان هي بلون لكنها بترطب كويس جدا. طيب من الحاجات المهمة جدا برضو معايا في الشنطة ده. ايه ده يا هبة؟ ده الملقاط. طب بتعملي بيه ايه؟ بصوا بقى. المكنة الفيليبس اللي انا وريتها لكم هي بتشيل الشعر الخفيف الرفيع. لكن الشعر التقيل ده لما بتتشال بيسيب الراس السوداء بتاعته باينة من على سطح الجلد، بيبقى شكلها غريب قوي ووحش قوي. فانا بعمل ايه بقى لما الشعر ده؟ انا بقى باخده بالملقاط، مش باخده بالفيليبس. فدي الحقيقة إذا جاز التعبير بتدارك بيها عيوب المكنة الفيليبس. ولو إني مش ندمانة أبدا إن أنا اشتريتها. هي حلوة، ولو رجع بيها الزمن تاني برضو هشتريها، لأن هي مريحاني جدا في مناطق أخرى في الوش زي المستاش والخدود. الحاجات اللي ما فرقتش شنطتي الفترة اللي فاتت برضو هو الكريم ده من بايوديرما. ده اس بي اف بتاعه 100. كنت عملت لكم فيديو مفصل عنه.
هسيبه لكم في الديسكريبشن بوكس او في الاي فوق. هو 100% SPF، لكنه في الحقيقة فاونديشن اكتر مما هو سان سكرين. يعني ده خلاصة تجربتي معاه. هو ممكن تستخدميه يوميا، حلو جدا جدا جدا. مش هيطلع حبوب. هو بس بيجي منه درجة واحدة بس، ما فيهوش درجات. لكنه ما بيطلعش حبوب وآمن على البشرة. ما بيزيتش. ما بيطلعش بسهولة، يعني لونج لاستنج. فالحقيقة هو برضو غناني عن الفاونديشن. أنا بشرتي حساسة شوية، فمش سهل خالص ألاقي فاونديشن ما يطلعليش حبوب. فده حل حلو قوي لأي حد برضو بشرته حساسة. هيبقى ده حل ممتاز ليه. ان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني عن ده، وعن اللي هو البايوديرما SPF 50، لان انتوا عارفين اللي موجود في الاسواق دلوقتي SPF 50. هعمل لكم ان شاء الله مقارنة ما بينهم، لكن كده اجمالا SPF 50 في حماية الشمس احسن منه. ده في الفاونديشن ممتاز. دي يعني باختصار. نيو ارايفل، وارحبوا معايا بالوافد الجديد في شنطتي نيل 15. علشان ضوافري بس ما يبقاش شكلها وحش. فبتشيل الزوايد والحاجات دي. ده كان ب50 جنيه. ان شاء الله هبقى اعمل لكم عنه ريفيو. طبعا مش هننسى محفظة الفلوس طبعا، والمفاتيح بتاعتك، الايربود بتاعك. وفي حاجة كمان نسيت اوريها لكم، ثواني. ايه بقى يا هبة؟ الشاحن. الشاحن ده من الحاجات المهمة جدا جدا معايا في الشنطة، ما بيفارقهاش بالحرف الواحد. ده شاحن الايربود، وشاحن كمان بحط شاحن الموبايل. الايربود بتاعي يعني بيسليني. بحط كمان الموبايل طبعا في المكتب، سواء على اللابتوب او الديسكتوب، بشحن بيه الموبايل بتاعي. انتوا عارفين بقى الواحد التكنولوجيا خلته مش عارف يستغنى عن الموبايل. فدي برضو من الحاجات المهمة جدا جدا معايا في الشنطة. حاجة كمان برضو اللي هي هقول لكم، السبحة الإلكترونية. هي بس عيبها ان هي بتبوظ بسرعة، فانا بتاعتي فالبديل بتاعها هيبقى السبحة العادية خالص بتاعتنا الحلوة دي، بتاعت زمان فاكرينها، اللي هي الحبات. فخلاص انا استقريت ان هي دي اللي انا هجيبها، وهتبقى معايا في الشنطة، لان زي ما قلت لكم الرقمية بتبوظ بسرعة، بحتاج كل شوية اغيرها. فعلى ايه، هي السبحة ما فيهاش مشكلة كده، وانا في المكتب او حتى في العربية استخدمها. يعني بتبقى ظريفة جدا، وبتقضي برضو الغرض. آه، يعني بس هي دي الحاجات، وان شاء الله كل فترة هعمل لكم ابديت للفيديو ده. فانتظروني، ومتنسوش تفعلوا زرار الجرس، واشتركوا في القناة، ولايك وشير، وكل الحاجات الحلوة دي. شكرا، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.